السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامج المفتش. خبر هام وعاجل منذ لحظات قليلة: وفاة البلوجر أشكناز هانم السبكي بعد صراع مع المرض. في حلقة النهاردة هجيب لحضراتكم تفاصيل الخبر وهنتكلم عن سبب الوفاة، وكمان هقول لحضراتكم على موعد ومكان الدفنة. لو حضرتك مهتم تتابع التفاصيل استأذنك ادعمنا واضغط لايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان دايما يوصلك كل جديد. أشكناز هانم السبكي دي بلوجر وبتقدم محتوى على السوشيال ميديا، وعندها مئات الآلاف على كل وسائل التواصل الاجتماعي وبالتحديد منصة الفيسبوك. طبعا بتقدم محتوى خاص بحياتها، أي حاجة أو أي موقف بتمر بيه في حياتها بتوثقه من خلال الفيديو، بتقدمها بطريقة كوميدية وبطريقة خفيفة وبتشاركها مع متابعينها اللي عدوا مئات الآلاف. الموضوع ابتدى إن أشكناز هانم السبكي اكتشفت إن عندها ورم كبير جدا في جسمها، والورم ده مش هينفع يتشال غير بعملية جراحية دقيقة جدا. وفعلا دخلت المستشفى يوم 15/8 من الشهر الجاري اللي احنا فيه، ولكن قبل ما تدخل المستشفى بساعات كتبت بوست على صفحتها على الفيسبوك، والبوست ده من الواضح كده انه كان تنبؤ بحالة وفاتها. كتبت وقالت: مش عارفة اجيبها لكم ازاي، بس انا بتحضر دلوقتي علشان اعمل العملية اللي بقالي كتير بهرب منها، وعملوا لي مسحة كورونا. وقالت كمان: الخلاصة انا هبقى بين ايدين ربنا كمان شوية، ويا عالم ربنا كاتب لي ايه، بس هو الوحيد اللي عارف اني جاهزة للقائه الكريم وحابة انه يشملني برحمته. وزي ما بيتقال: وما الدنيا بباقية لحي ولا حي على الدنيا بباقي. انا ببرأ ذمتي من اي شيء وحش وبسألكم بالله ابراء ذمتكم ناحيتي. عشت معاكم كتير على الفيسبوك وحبيتكم قوي وحافظاكم وعارفاكم نفر نفر، وبتمنى من اي حد زعلان مني يسامحني، وبتمنى منكم الصدقة والدعوة الطيبة زي قلوبكم، ويشهد الله عالم النوايا ان بحبكم محبة خالصة لوجه الله لا غير، وبتمنى لكم كمان دوام الصحة والسعادة والخير. استروا ما شفت مني من سوء واتمنوا لي الخير دايما، استودعكم الله العلي العظيم. طبعا بعد ما كتبت البوست ده بساعات دخلت المستشفى واجرت عملية جراحية دقيقة جدا، واستمرت العملية دي لأكتر من 5 ساعات. وبعد ما عملت العملية حالتها الصحية اتدهورت جدا وفضلت في المستشفى لأكتر من 7 أيام. والنهاردة زوجها أعلن خبر الوفاة على صفحتها على الفيسبوك. كتب على صفحتها الرسمية على الفيسبوك وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. بمزيد من الحزن بقضاء الله وقدره ننعي إليكم وفاة الغالية زوجتي أشكناز هانم السبكي. إن شاء الله سيتحرك الموكب المهيب من أمام مستشفى وادي النيل في حدائق القبة الساعة 9 صباح اليوم ليصلي عليها في مقابر العائلة في كفر محفوظ بمدينة الفيوم، والعزاء مساء الغد بالسرادق أمام المنزل مدخل مدينة الفيوم بعد مستشفى الحياة برج المصطفى أسفل محل ابن جلد، ولمدة يومان الخميس والجمعة. ولا نقول إلا ما يرضي الله ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا ربنا يرحم أشكناز هانم السبكي ويصبر أهلها ويصبر كل محبينها وكل متابعينها وكل جمهورها اللي كان بيتابعها على السوشيال ميديا. طبعا أشكناز هانم السبكي زي ما قلت لحضراتكم هي بلوجر وبتقدم محتوى، المحتوى ده بتوثق فيه اللحظات الحياتية أو المواضيع والمواقف اللي هي بتمر بيها في حياتها، وبتقدمها بطريقة كوميدية وبتشاركها مع متابعينها اللي عدوا مئات الآلاف. وفعلا هي دي سنة الحياة: وما الدنيا بباقية لحي ولا حي على الدنيا بباقي. أتمنى من حضراتكم تدعوا لها بالرحمة وربنا يثبتها عند السؤال ويرحم جميع أمواتنا وأموات المسلمين. لو وصلت معايا لحد اللحظة دي أستأذنك ادعمنا واضغط لايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان دايما يوصلك كل جديد. شكرا ليكم، سلام.